ازيكم؟ الحلقة بتاعت النهاردة أنا هتكلم فيها على حاجة مهمة جدا، وهي بداية دخول الشتاء والظروف اللي احنا داخلين عليها الفترة دي، وعشان ما يتكررش اللي حصل امبارح واللي هتشوفوه زيه في الفيديو ده. أول حاجة هتكلم عليها إزاي أحضر لدخول الشتاء. علشان أبتدي أحضر لدخول الشتاء لازم أبقى واخد بالي من كذا حاجة. أهم حاجة جلدة المساحات أو المساحات بتاعتي. استعدادي للشتاء مهم جدا، وبدايته بتكون من المساحات عشان أضمن رؤية كويسة جدا. فلازم أتأكد قبل الشتاء إن أنا المساحة شغالة كويس، بتنظف كويس، ما بتعملش مشاكل على الإزاز أو بتعيق الرؤية. الحاجة التانية المهمة جدا وهي إن أنا أملى قربة المية بتاعت المساحات. زي ما انتوا عارفين لما بتمشي في مطر، العربيات اللي قدامي بتطرطش عليا طين وبتطرطش عليا رذاذ، وعلشان انضف ده لازم تكون قربة المساحات مليانة بالكامل، وإلا ده هيحصل مشكلة معاك ان انت هتفقد الرؤية. ولو شغلت المساحات اللي هيحصل أسوأ من كده، ان الازاز ده هيمنع الرؤية قوي او هيغبر اكتر، هتبقى الرؤية وحشة جدا. فلازم اخد بالي. اهم حاجه ميه المساحات اركز ان انا ما احطش فيها سوائل زي الصابون السائل، لان المكونات اللي بتبقى مكون منها الصابون السائل هي البوتاس ومواد كيماويه معموله علشان ازاله الدهون، ودي المواد دي بتكون سبب فظيع جدا في ان انت تقابلك مشكله رشاشات تتسد، او الموتور بتاع ضخ الميه والترومبه اللي بتضخ الميه للرشاشات بتبوظ. فانا دايما بفضل ان انا لو عايز احط مذيبات للزيوت والدهون اللي بتبقى على الازاز او فضلات الطيور، ان انا استخدم حاجات متخصصه في الموضوع ده زي سونكس، زي المواد اللي هي بتتحط مع قربة المساحات عشان تقلل ان انا يحصل عندي مشكله ان انا يكون عندي زيوت فضلات طيور او حاجات بتلزق في الازاز. فدي بتمنع فعلا، ودي ما بتاثرش على المواتير لانها معموله بطريقه قياسيه انها تحافظ على الرشاشات انها تكون دايما نظيفه، وكمان بتحافظ على موتور ضخ المساحات. طب الحاجه لو انا مش هحط سوائل يبقى ميه كويس جدا، ويا ريت تكون ميه مفلتره، اللي هي الفلاتر اللي بتمنع الاملاح تكون في الميه، علشان الاملاح من اكتر الحاجات اللي بتسد الرشاشات. ايه اللي بعد كده واركز فيه؟ طبعا الاضواء بتاعه العربيه. لازم اتاكد ان الاضواء بتاعتي كلها سليمه ما فيهاش مشاكل، لان انا طبعا لو الدنيا مطرت بالليل لازم هحتاج ان انا اولع نور واشوف الطريق كويس، فلازم اتاكد ان انا عندي انوار فعلا تنفع في الظروف دي. الحاجه الثانيه المهمه كاوتش البيبان. لو الميه عليت عندي في المطر وكاوتش البيبان ده متقطع، او انا مش واخد بالي ان انا الكاوتش ده سليم او راكب في المجرى بتاعته كويس، هيحصل ان الميه دي تدخل عندي. فلازم اتاكد على كاوتش البيبان واستخدم مواد اللي هي بتطريها علشان تفضل بعمر اطول. طيب الحاجه اللي بعد كده والمهمه جدا ايه هي؟ الكاوتش او الكفرات زي ما بيسموها بره. علشان تضمن ان انا المطر ما يأثرش عليا وانا ماشي، لازم الكاوتشات دهيت تكون جديده ومش قديمه، وان الكاوتش لازم ابقى عامل حسابي عليه انه ما يعديش عليه 40 او 50 الف كيلو بالكتير، واكون مغيره. او اقيس عمق النقشه. عمق النقشه ده مهم جدا، لو اقل من 3 مللي معنى كده ان خلاص الكاوتش ده معايا في المطر هيزحلق وهيعمل مشاكل كتيره جدا. يبقى لازم اتاكد من حاجه مهمه جدا، اللي هو اني اركز في موضوع الكاوتش او الكفرات يكون النقشه ما تقلش عن 3 مللي. لو قلت عن 3 مللي، ملي ونص او 2 مللي، لازم اغير الكاوتش، لانه ده هيكون بيزحلق. مجرد ان النقشه دي يكون فيها عمق، فهي بتسمح لدخول الميه جوه وبتعمل تثبيت للكاوتش. طبعا اغلب الناس بتحط الكاوتش اللي هو اول سيزون، اللي هو بينفع على كل الوقت، وده طبعا لازم اتاكد منه انه يكون تماما جديد.
طيب لو انا بقى بستخدم كاوتش، لو انا بلدي مثلا ممطره جدا، فانا لازم اجيب كاوتش اللي هو بيستخدم في الشتاء، وده الكاوتش ده بيكون النقشه بتاعته بتمنع كاوتش يتزحلق على الميه، بتقدر تخلي الميه تخرج بطريقه معينه من جوه النقشه فيمسك الكاوتش على الارض كويس. طيب يبقى احنا كده اخدنا بالنا من اهم النقط. طيب ايه اللي هيحصل لما الدنيا تمطر، واتعامل مع المطر ازاي؟ اول حاجه بداية المطر، أخطر وقت في المطر هو بدايته. يعني اللي هيحصل معاك إن أنت لو المطر ده نزل بدايته بينزل على الأسفلت، والأسفلت ده بيكون فيه زيوت جواه ومواد كيماوية بتكون نتيجة عوامل الصيف كله. واللي بيحصل إن أول ما بتنزل الحاجات دي بتطلع بدايتها على الأسفلت. طب إيه اللي هيحصل؟ هيحصل أكنك ماشي على زيت. فبداية المطر هو أخطر وقت للمطر. المفروض إن أنا أعمل إيه؟ أول لما المطر ينزل أبتدي أهدي. يعني بداية المطر لما أكون ماشي وابتدت الدنيا تمطر أهدي. طيب طريقة التهدية أدوس فرامل، أتخض، أتربك؟ لا. بداية المطر أول ما بيحصل إن أنا بقلل سرعة العربية بالإنجن بريك. يعني إيه الإنجن بريك؟ الإنجن بريك يعني أستخدم الموتور في إن أنا أخفض سرعة العربية. واهم حاجه عشان استخدم الموتور واخفض سرعه العربيه استخدم الفتيس، لان هو ده اللي هيقدر يخليني اقدر اهدي وبطريقه امنه جدا. طب انا لو العربيه بتاعتي مانيوال، انا بكون مثلا على الرابع، بنزل على الثالث، ممكن انزل كمان على الثاني علشان اهدي. وطبعا برفع رجلي من على البنزين. دي اول حاجه، ان انا برفع رجلي عن البنزين فالعربيه اوريدي بتهدى، وبنزل نقله في التاني. طيب الحاجه لو انا العربيه بقى بتاعتي اوتوماتيك، العربيه الاوتوماتيك بيبقى فيها نظام زي الاستريبترونيك، والاستريبترونيك ده اقدر انقل عليه واقدر اخلي العربيه تنزل نقله تانيه لتحت، وده بيهدي معايا العربيه. يعني العربيه بتاعتي ستريبترونيك، مجرد ان انا بحول العصايه على الستريبترونيك معنى كده ان انا خليت العربيه تنزل نقله، وهو معمول علشان انزل النقله دي. او بيبقى عندي رقم 1 و2 مكتوبين على الفتيس، دولت برضو انجن بريك. يعني بقدر استخدم انزل نقله واحده برقم 1 او انزل نقلتين برقم 2، وده الاستريبترونيك. طيب انا عربيه بقى عندي فيها نظام ان انا انقل الفتيس ده على المانيوال، خلاص، واستخدم الشفتات. بنزل على المانيوال وانزل من الشفتات اللي في الطاره للليفل اللي تحتيه، وبكده ان انا قدرت بسهوله جدا اقلل سرعه العربيه، وبستخدم نفس قوه العربيه والعجلات والموتور في تقليل سرعتها. اهم حاجه ان انا ما ادوس فرامل. دوسة الفرامل خطر جدا، او التهدية بالفرامل للمفاجأة بتكون خطر جدا. يعني لو انا مضطر ان انا ادوس فرامل، احاول ان انا ادوس فرامل بطريقة بطيئة جدا تنزلني درجات خفيفة جدا، وفي نفس الوقت تحكمي في الدريكسيون يكون سلس جدا. يعني ما اتجهش عكس الطريق، وان انا الف في الدريكسيون بسرعة، ان اي حاجة من دي هتخلي العربية تلف حوالين نفسها. استخدامي سلس بطريقه هاديه، اخلي اعصابي هاديه ما تشدش، لان مجرد ان انا اتشديت بتعامل مع الدركسيون ده بطريقه وانفعال بتخلي العربيه تلف حوالين نفسها. يبقى انا هاخد بالي ان انا هبطأ سرعتي في بدايه المطر، وبعد لما المطر ده ينزل بكثافه ملا الارض ميه كده، بعرف ان الارض اتغسلت من كل التراب والزيوت اللي كانت فيها، واقدر امشي عليه بسرعه. طبعا انا ما يعني دايما في المطر الكتيرك قوي 60 70 بالكتير 80 لو انت ماشي في المطر، لان ده برضو بيكون مسبب ان الاسفلت لو كانت خامته مش كويسه، ان الكاوتش نفسه ما بيعرفش يتعامل مع الاسفلت ده بطريقه انه يمسك قوي فيقدر يخلي العربيه تقف. وفي نفس الوقت العربيه لو ما فيهاش تراكشن كنترول، ودي انظمه امان حطتها بعض الشركات علشان تمنع ان العربيه تتجه اتجاهات غلط معاك في الطريق. فدايما ابقى انا واخد بالي كمان ان التراكشن كنترول ده علامته مش منوره عندي في التابلو، لان مجرد ان العلامه دي نورت
في التابلو معنى كده ان التراكشن كنترول مقفول، وده كده هيصعب عليا التحكم في العربيه. ده اذا كان التراكشن كنترول موجود اوريدي في العربيه. طبعا اللي ما عندهوش انظمه امان زي دهيت بيكون حذر اكتر وحريص اكتر انه ما يحوتش الدركسيون فجاه، انه ما يدوس فرامل بسرعه، انه ما يكونش منفعل على الطريق ويدوس بنزين بزياده. كل الكلام ده بيسبب مشاكل كبيره جدا على الطريق، وربنا طبعا يحفظكم. الحاجات دي مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، وبالذات في بداية الشتاء، لأن ده بيأثر كتير جدا عليك وعلى سواقتك وعلى حياتك وعلى أسرتك لو كانت معاك. وربنا يحفظكم دايما في رعاية الله. سلام.